اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا اي فيديو انا بنزله. والناس المشتركه اول ما تفتح الفيديو تعمل اللايك، عشان اللايك هو اللي بيدعم القناه وبيوصلها لاكبر عدد من الناس. النهارده بقى هنعمل المعمول ده اللي هو المعمول السوريين بيعملوه والمصريين بيعملوه. المعمول ده طريقته حلوه قوي، بتتعمل من دقيق السميد والدقيق الابيض. مش بتتعمل دقيق ابيض بس، المعمول مش المعموله اللي هي بتاعتنا المصريه اللي بتتعمل في العيد، لا ده اسمه المعمول. المعمول ده بيتعمل من خليط من الدقيق الابيض ومن السميد، وبيطلع ناعم كده، وبتطلع النتيجه بتاعته حلوه جدا. اول حاجه انا حطيت كده كوبايتين من الدقيق الابيض، بحط عليها كوبايه من السميد. لو حابين طبعا تضاعفوا الكميه ضاعفوها، بس انا بقول لكم يعني كل كوبايتين دقيق ابيض عليها دقيقه كوبايه من السميد اللي هو بتاع البسبوسه. وببتدي بقى اللي انا احط بعد ما حطيت الدقيق الابيض هبتدي بقى احط الدقيق السميد ده. وبعد ما احط بعد ما حطينا كده الدقيق هبتدي بقى احط عليه رشة ملح، بحط عليه معلقة خميرة، الخميرة الفورية، وبحط عليه نص معلقة بيكنج باودر، وبحط معلقة سكر ورشة ملح. دي كده المكونات الجافة. يبقى كل كوبايتين دقيق ابيض عليهم كوباية سميد عليهم كده. هنحط بقى بعد كده، بصوا انا لسه بكمل اهي كوبايه السميد هحطها. وبعدين هروح حاطه هحط اللي هي معلقه الخميره ونص معلقه البيكنج باودر، وهحط معلقه السكر ورشه الملح. وبعدين دي كده المكونات الجافه كلها هنقلبها مع بعض. وبعد ما هقلب المكونات الجافه هجيب بقى كوبايه سمنه او زبده، اللي انتوا حابين تحطوه حطوه. انا حطيت النهارده سمنه، طبعا ما حطيتش فيها زيت لان الزيت بينشفها، والمعمول ده بيبقى زي ناعم شويه، ما بنحطش فيه زيت، بيبقى سمنه. انتوا حابين تحطوا خليط بين السمنه والزيت حطوا، بس هيبقى ناشف شويه. انا حطيت فيه سمنه بس. هنا ده البيكنج باودر، حطيت كده زي معلقه صغيره. وهحط معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وهحط معلقه سكر ورشه ملح. دي الخميره الفوريه هبه اوريها لكم، هنحط منها معلقه كبيره، وهحط معلقه سكر ورشه ملح. دي المكونات الجافه. هنيجي بقى للمكونات السايله. هحط كوبايه سمنه. السمنه دي انا مش محطاها على النار ولا مسيحاها ولا اي حاجه، زي ما هي كده طريه. هبتدي دي الملح اللي انا حطيته. هنقلب بقى كل المكونات دي، وبعدين هنحط بقى السمنه، وهفضل ابسها، يعني ادخل كل السمنه جوه الدقيق. هفضل اقلب لحد لما السمنه تشرب الدقيق يشرب السمنه كله. وبعدين بقى بحط نص كوبايه ميه دافيه عشان نلم العجين بيها. مش بنحط اكتر من كده. دي المكونات بتاعتنا. امشوا بالمكونات اللي انا حطاها هتطلع مظبوطه معاكم جدا. انا بوريكم هنا السمنه، ويعني انا كنت حاطه دي الاول وبعدين كملتها لكوبايه. يبقى المكونات دي كده عليها كوبايه. بصوا السمنه من يعني ولا جامده ولا سايحه، مش حاطاها على النار خالص، زي ما هي كده بدرجه حراره الغرفه. هبتدي بقى كده اقلب كل الدقيق والسميد كده لحد لما ادخل كل السمنه جوه الدقيق والسميد، وادخلهم كلهم كده مع بعض، وافضل بقى افركها كده بايدي. انا بحط شويه بشويه، لان زي ما قلت لكم قبل كده ان في نوعيات دي بتشرب السمنه وفي نوعيات لا. ففي على حسب نوع الدقيق، كل ما يكون الدقيق كويس بيبقى المعيار مظبوط فيه. لكن في انواع دي بقى بتشرب السمنه، فدي بقى مضطرين تتعاملوا معاها حسب يعني ما بتشوفوا بعينكم العجينه بتبقى عامله ازاي. هنا بقى بصوا بفضل ادخل بقى الدقيق جوه السمنه لحد لما هي بصوا كده اتك عليها الاقيها مسكت بس لسه مفرفطه. فحطيت بقى نص كوبايه ميه دافيه اهي، بوريكم دي ميه دافيه من غير اي حاجه. ببتدي بقى احط الميه وافضل اعجن فيها كويس، اعجن فيها. اهم حاجه تتعجن كويس لان هي بتدي النتيجه كويسه من العجن، ولو عندكم عجان طبعا هيكون افضل واريح بكتير. انا كده هم نص كوبايه الميه ببتدي انزل بيها شويه بشويه. انا المعيار ده خد معايا نص كوبايه ميه، انتوا طبعا لو هتعملوا ازيد زودوا الميه. هبتدي بقى كده اعجنها كويس. وبعد ما هنعجنها كويس العجينه هتلم معايا، وهتشوفوها دلوقتي طريه جدا وحلوه. بصوا هي كده خلاص اتلمت معايا. بوريكم هي بتتشكل بكل سهوله. هبتدي بقى اشكلها المعمول بتاعي. انا هعمله النهارده في التشكيل بتاع المعمول ده هتشوفوه.
وعندي بقى الخلطة اللي هي السميد ده كده، عبارة عن سميد وعبارة عن زبيب وجوز هند وسكر، وكله مقلباه مع بعضه كده، ورش عليه رشة مية، ومخلياه كده زي ما انتوا شايفين عامل شبه الرمل. هنا بقى العجينة بتاعتي اهي، طبعا ما بستناش عليها، مفيش حاجة ان انتوا تسيبوها تخمر، لا تشتغلوا فيها على طول، وعقبال ما تخلصوا برضو ما تسيبوهاش تخمر، تدخلوها تخبزوها على طول. هنا بصوا ببتدي بقى اخد كده قطعة، بصوا بتتشكل معايا بكل سهولة، العجينة لينة وحلوة جدا. هحط بقى، هفتحها بقى كده واحط فيها شوية من الخليط اللي انا عاملاه ده، هحط من النص. طبعا انتوا حابين تحشوها اي حاجة تانية غير الخليط ده، ممكن تحطوا فيها معمولة، تحطوا فيها ملبن، ممكن تحطوا فيها مكسرات، اللي انتوا حابين تحطوه حطوه. ودي البتاع اللي انا هشكل فيها، هي انا بوريها لكم. هبتدي بقى اللي انا كده احط فيها العجينة واتك عليها. دي بتتباع عند مستلزمات الحلويات، ممكن تجيبوا واحدة، او ممكن تعملوها بالمنقاش، او ممكن تعملوها بالشوكة. التشكيل ده حسب، لو انتوا ما عندكوش دي خالص عادي اعملوها كرة، وبعدين بالشوكة كده شكلوها من فوق الوش، اعملوها اي شكل يعني، دي حاجة ترجع لكم. بصوا دي بنتك عليها كده من فوق، هتنزل من البتاعة كده بكل سهولة، ونحاول ان احنا نظبطها كده بشوية لو لزقت من جوه اهي زي ما انتوا شايفين كده. وده بيبقى الشكل بتاعها كده، شكلها بيبقى حلو جدا. انا هعمل واحدة تانية، وهنخلص بقى كل الكمية اللي عندنا دلوقتي وهتشوفوها. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتوش اللايك، اعملوا لايك، عشان اللايك زي ما قلت لكم هو اللي بيوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. وحتى لو ناس مش مشتركة في القناة، اليوتيوب بيعمل اقتراحات، مجرد ان انتوا تشوفوا جزء من الفيديو وتعملوا لايك او تكتبوا تعليق، هو اليوتيوب بيبتدي يعمل اقتراحات للناس اللي هي مش مشتركة في القناة، ويعرفها بالقناة ويخليها تشوفها. فاتمنى ان انتوا تدعموا القناة شوية، واللايك انتوا كده كده بتفتحوا الفيديو يعني، مش هتخسروا حاجة لو عملتوا لايك ولو كتبتوا تعليق كده حلو زيكم. فاتمنى ان انتوا ما تدعموني وتقفوا معايا زي ما انا بصور وبحاول ان انا اتعب شوية في الفيديوهات، انتوا كمان حاولوا تدعموني شوية. هبتدي بقى اخلص كده كل الكميه اللي عندي زي ما انتم شايفين بنفس الطريقه. وزي ما قلت لكم التشكيل ده بيرجع ليكم، حابين تعملوها بشوكه ما عندكمش الاداه دي خالص مش مهم يعني، اعملوا التشكيل اللي انتوا حابينه، اي حاجه انتوا حابينها اعملوها. انا عندي دي فقلت اعملها فيها. بصوا بحطها كده بكل سهوله، وبشكلها كده بالراحه، وبتتشكل معايا وطلعت شكلها حلو جدا. هخلص بقى الكميه اللي عندي دي، وهنشوف دلوقتي هتطلع عامله ازاي في الصاج بتاعنا. وهنبتدي زي ما قلت لكم عبال ما اخلص الكميه خبزتها على طول، ما استنيتش ان هي تخمر، لان هي كده بتخمر وانا شغاله، هي بتخمر لان بتاخد وقت برضو، فما تستنوش ان هي تخمر. هبتدي بقى اخلص كده كل الكميه اللي معايا، وهوريها لكم دلوقتي شكلها عامل ازاي. بصوا انا بخبط كده عشان تنزل بكل سهوله من البتاعه بتاعتي، ولو اتفتحت كده شويه عادي بقفلها وبرجع ارصها عادي. بصوا هنا بعد ما خلصت اهي الكميه اللي عندي كلها، طبعا مولعه الفرن على درجه حراره عاليه. هبتدي بقى ادخلها الفرن دلوقتي وهتشوفوا شكلها. بصوا هنا بعد ما طلعت بقى ما بتاخدش لون جامد، طلعت ناعمة جدا، طلعت ريحتها جميلة، وطلعت حلوة جدا جدا. بصوا شكلها حلو ازاي في الصينية بتاعتنا. اتمنى ان اي فيديو انا بعمله يكون بيعجبكم، لسه مكملين فيه وصفات كتيرة. اهم حاجة زي ما قلت لكم ان انتوا تمشوا على الطريقة وبنفس الخطوات، والمعمول ده طعمه حلو جدا جدا، جربوه مش هتندموا يعني. فيه من ضمن الحاجات الناجحة جدا في البيت واوفر بكتير. بصوا انا بوريهولكوا، طبعا هو كان لسه سخن بس كان ناعم جدا وطعمه حلو جدا جدا. وزي ما قلت لكم امشوا بالخطوات وان شاء الله تكون النتيجة بتاعتها حلوة. واستنوا الفيديو، امشوا مع الفيديوهات، لسه في فيديو جاي.